أهلا بيكم. خلونا نبدأ سؤال ممكن يبان بسيط بس هو في الحقيقة عميق جدا. إيه هو أعظم أصل ممكن أي حد فينا يمتلكه؟ أول حاجة بتيجي في بالنا طبعا فلوس، عقارات، عربية. لكن المصادر اللي معانا النهاردة بتقول لأ، كل ده مش هو الأصل رقم واحد. أعظم أصل هو النفس. النهاردة احنا جهزنا مجموعة مصادر متنوعة جدا بس كلها بتصب في هدف واحد: ازاي نبني أفضل نسخة من الذات دي. معانا ملخص لكتاب مهم اسمه استثمر في نفسك، وتحليل لفكرة لافتة اسمها عقلية الموظف الثري. وهنتعمق في كلام عن قوة العقل الباطن، وهنوصل في الآخر لحوار شيق جدا عن سيكولوجية شراء الذهب، وإزاي قراراتنا المالية بتكشف كتير قوي عننا. والمهمة بتاعتنا النهاردة هي إننا نربط كل الخيوط دي ببعض، مش مجرد إننا نستعرض أفكار متفرقة، لأ، إحنا هنرسم خريطة طريق واضحة، خريطة بتبدأ من أعمق نقطة جوانا من برمجة العقل، وبتمشي معانا خطوة بخطوة لحد ما توصلنا للحرية المالية والمعنى الحقيقي في الحياة. طيب، يلا بينا نفصص الموضوع ده. والمفاجأة بقى إن نقطة البداية اللي المصادر كلها بتركز عليها مش في العالم الخارجي، مش في الشغل ولا في البنك، لأ، هي في غرفة التحكم الرئيسية اللي جوه كل واحد فينا. في فكرة بصراحة صدمة شوية ومخيفة كمان من مصدر عن قوة العقل الباطن، بتقول إن أكتر من 90% من تصرفاتنا اليومية، قراراتنا، ردود أفعالنا، كل ده مش بيصدر عن وعينا، بيصدر عن برمجة مزروعة في عقلنا الباطن. أنا لما قريت الرقم ده وقفت عنده 90%. يعني الواحد تقريباً ماشي على وضع التيار الآلي معظم اليوم؟ بالظبط. تخيل إن العقل الباطن ده هو نظام التشغيل بتاعك، الأوبريتنج سيستم. هو شغال في الخلفية 24 ساعة، بيشغل القلب والنفس وكل حاجة. والمشكلة، أو ممكن نقول الفرصة، إنه مش بيفكر أو يحلل. هو عامل زي الأرض الخصبة، أي بذرة تحطها فيها ينبتها. مش بيفرق بين بذرة ورد وبذرة شوك، ولا حقيقة وخيال، ولا صح وغلط. هو مجرد برنامج بينفذ اللي اتزرع جواه عن طريق التكرار والمشاعر القوية. يعني زي الكمبيوتر اللي بيقبل أي سوفت وير تديهوله، سواء كان فيروس أو برنامج مفيد. وهو ده اللي بيودينا لفكرة العقلية اللي بيشرحها كتاب استثمر في نفسك. المصدر ده بيربط مباشرة بين البرمجة دي والنتائج اللي بنشوفها في حياتنا. تماماً. الكتاب بيقسم العقليات دي لنوعين بساط جداً. النوع الأول هو العقلية الثابتة، الفيكسد مايندسيت. صاحبة العقلية دي مؤمنة إن قدراتها وصفاتها دي شيء ثابت ومحدود، مولودة بيه وخلاص. فبتقول لنفسها أنا مش شاطرة في الحسابات، أو أنا شخصية خجولة، وبتتعامل معاها كأنها حقيقة أبدية. النوع التاني بقى هو العقلية النامية، الجروث مايندسيت. ودي بتؤمن إن أي قدرة، أي مهارة ممكن تتطور بالجهد والممارسة والتعلم. مفيش حاجة اسمها أنا كده، في حاجة اسمها أنا لسه بتعلم. والمصادر كلها بتجمع إن دي هي عقلية الناجحين والمؤثرين. الكلام ده ممتاز نظرياً، بس خلينا نكون عمليين. تغيير برمجة بقالها سنين جوانا دي مهمة تبقى مستحيلة. يعني لو حد طول عمره بيقول لنفسه أنا فاشل، مش هيصحى الصبح فجأة يبقى واثق في نفسه. إيه هي نقطة البداية الحقيقية اللي ممكن أي حد يبدأ بيها من النهاردة؟ المصادر بتقدم لنا مجموعة أدوات عملية جداً، مش مجرد كلام تنمية بشرية. أول وأقوى أداة هي مراقبة الحديث الداخلي. الصوت اللي شغال في دماغنا طول اليوم ده لازم نبدأ نتعامل معاه كأنه شخص غريب قاعد معانا ونسمعه. بس دي أصعب حاجة فيهم. الواحد بيبقى غرقان في الأفكار دي ومش واخد باله أصلاً إن في صوت شغال. هل المصادر بتقترح تكنيك معين عشان نمسك الفكرة السلبية دي في وقتها؟ في تكنيك بسيط جداً. أول ما تحسي بمشاعر سلبية فجأة، قلق، إحباط، غضب، دوسي على زرار باوز واسألي نفسك أنا كنت بفكر في إيه بالظبط في الثانية اللي فاتت دي. هتلاقي إن ورا المشاعر دي فكرة سلبية بتدور في الخلفية، زي أنا مش هعرف أعمل الشغل ده، أو أكيد الناس بتتكلم عليا. مجرد إنك تمسكي الفكرة دي وتشوفيها بوعي، ده بيفقدها 90% من قوتها. الخطوة التانية هي استبدالها بوعي. مش لازم تقولي عكسها، ممكن تقولي حاجة واقعية أكتر. بدل أنا فاشلة ممكن تقولي أنا بواجه تحدي، ودي فرصة عشان أتعلم وأكون أقوى. يعني مش حرب مع الأفكار قد ما هي عملية مراقبة وتصحيح مسار. طيب، إيه الأداة التانية؟ الأداة التانية هي قوة الامتنان.
ممكن تبان فكرة مستهلكة، بس المصادر بتشرح الأساس العلمي وراها. لما بتخصصي 3 دقايق كل صباح لكتابة 3 حاجات بس انتي ممتنة ليها مهما كانت بسيطة، زي كوباية قهوة أو مكالمة من صديقة، انتي بتدربي عقلك بشكل إجباري إنه يدور على الإيجابيات. بتغيري الفلتر اللي بتشوفي بيه العالم. مع التكرار ده بيخلق مسارات عصبية جديدة في الدماغ بتخلي التركيز على الإيجابي هو الوضع التلقائي مش السلبي. والأداة التالتة؟ برمجة ما قبل النوم. المصادر بتأكد إن الدقايق اللي قبل ما ننام مباشرة دي دقايق من ذهب. في الوقت ده العقل الواعي الناقد اللي بيحلل كل حاجة وبيقول لأ ده مش حقيقي بيبدأ يفصل ويهدى. فالعقل الباطن بيكون عامل زي الإسفنجة المفتوحة، مستعد يستقبل أي حاجة. بدل ما نقعد نقلب في السوشيال ميديا ونغذي عقلنا بالقلق والمقارنات، التمرين البسيط هو إننا نكرر جملة إيجابية وهادية، جملة نحس بيها، زي أنا هادية ومطمئنة وكل شيء يسير في أفضل احتمال لصالحي. نكررها بهدوء لحد ما ننام. التأثير التراكمي للتمرين ده على المدى الطويل ضخم جداً. يعني الخلاصة إن الاستثمار الأول والأهم قبل أي استثمار في شهادة أو مشروع هو الاستثمار في تحديث نظام التشغيل الداخلي ده، لأن لو الأساس بايظ أي حاجة هنبنيها فوقيه هتبقى هشة. بالظبط كده، ده الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة تانية. طيب، السوفت وير الداخلي اتحدث وبقى عندنا عقلية نامية، بس ده لوحده مش كفاية. لازم نترجم ده لحاجة ملموسة في شغلنا وحياتنا. يعني لو العقلية اتغيرت بس فضلت أعمل نفس الشغل بنفس الطريقة يبقى ما عملتش حاجة. المصادر بتنقلنا إزاي بقى للخطوة دي؟ إزاي نبني قيمة حقيقية في السوق؟ هنا المصادر بتوضح نقطة في منتهى الأهمية. المهارات هي عملة العصر الحقيقي. الشهادة الجامعية بقت مجرد تذكرة دخول للحفلة، لكن اللي بيخليكي تكملي وترقصي هو مهاراتك. كتاب استثمر في نفسك بيقسم المهارات دي لنوعين. النوع الأول هو المهارات الصلبة أو الهارد سكيلز، دي المهارات التقنية اللي ممكن نقيسها بسهولة، برمجة، لغات، محاسبة، تحليل بيانات وهكذا. ودي اللي معظم الناس بتركز عليها لأنها واضحة ومباشرة. تمام. لكن النوع التاني اللي المصادر بتعتبره الأهم على المدى الطويل هو المهارات الناعمة أو السوفت سكيلز، زي التواصل، الذكاء العاطفي، القيادة، التفاوض، حل المشكلات المعقدة. المهارات دي صعبة تتقاس، لكن هي اللي بتفرق بين الموظف العادي والقائد الاستثنائي. المهارة التقنية ممكن تبقى قديمة بعد 5 سنين، لكن مهارة زي القدرة على الإقناع أو بناء فريق عمل قيمتها بتزيد مع الوقت. وده يوصلنا مباشرة لفكرة عقلية الموظف الثري. المصطلح ده لوحده مثير للاهتمام. المصدر ده مش بيتكلم عن إن الواحد يكون غني من المرتب، لكن إزاي يستخدم الوظيفة نفسها كأداة لبناء الثروة الحقيقية اللي هي المهارات دي. إزاي؟ هنا بيحصل تغيير كامل في زاوية الرؤية. معظم الناس بتشوف الوظيفة كأنها صفقة، وقت ومجهود مقابل مرتب آخر الشهر. عقلية الموظف الثري بتقول لأ، انظري للوظيفة كأنها مدرب شخصي مدفوع الأجر. انتي مش بس بتاخدي فلوس، انتي في بيئة بتدفعلك عشان تتعلمي وتكبري. الهدف مش تأدية المهام وخلاص، الهدف هو الخروج من الوظيفة دي كل يوم بمهارة جديدة أو علاقة أقوى. بحب جدا إعادة الصياغة دي. بدل ما الوظيفة سجن الواحد محبوس فيه عشان المرتب، بتبقى جيم بيروحوا كل يوم عشان يبني عضلات جديدة. طيب، إيه القواعد العملية لتطبيق العقلية دي؟ مصدر الموظف الثري بيحط شوية قواعد واضحة. القاعدة الأولى: اطلبي المشاريع الصعبة، دوري على المشاكل اللي محدش عايز يحلها، وتطوعي إنك تكوني جزء من الحل حتى لو ده بره الوصف الوظيفي بتاعك. النمو الحقيقي بيحصل بره منطقة الراحة. يعني من الآخر الواحد يروح للمشاكل والصداع اللي زمايله بيهربوا منه، لأنه هو ده المكان اللي فيه الكنز. بالظبط. القاعدة التانية: ابني شبكة علاقات قوية أو نتوركينج، والمقصود هنا مش إنك تجمعي كروت وبس، المقصود إنك تبني سمعة وثقة. ساعدي الناس من غير ما تستني مقابل، اسمعي أكتر ما تتكلمي، خليكي مصدر قيمة للي حواليكي. المصدر بيقول جملة مهمة: الفرص الكبيرة في الحياة لا تأتي من إعلانات الوظائف، بل تأتي من خلال الناس الذين يثقون فيكي. والنقطة الثالثة اللي عجبتني جدا في المصدر ده هي استخدام أمان الوظيفة. دي أهم نقطة. معظم الناس بتستخدم أمان الوظيفة والمرتب الثابت كمخدة يناموا عليها.
عقلية الموظف الثري بتستخدم الأمان ده كدرع يسمح بالتجربة والمخاطرة المحسوبة. معاكي مرتب ثابت؟ ممتاز، دي فرصة إنك تجربي مشروع جانبي صغير، أو تاخدي كورس غالي شوية في مهارة جديدة، أو تستثمري مبلغ صغير في البورصة وتتعلمي. الأمان الوظيفي مش منطقة راحة، هو شبكة أمان تشجعك على القفز وتجربة أشياء جديدة. الحقيقة إن بناء عقلية جديدة وتعلم مهارات صعبة دي عملية مرهقة جدا وبتحتاج طاقة، بتحتاج وقود للعربية اللي بنجري بيها دي. وهنا المصادر بتدخل لنا على ركنين أساسيين في حياتنا، هم الوقود ده: الصحة والمال. تماماً. والمصادر بتتعامل معاهم بنفس المنطق، استثمار مش مصاريف. كتاب استثمر في نفسك بيتعامل مع الصحة كضرورة قصوى مش رفاهية. وخلينا نقف عند النقطة دي شوية لأنها دايماً أول حاجة بنضحي بيها. المصدر بيركز على 3 أساسيات. الأول التغذية، أكل حقيقي مش معالج. التاني الرياضة، مش لازم جيم، 30 دقيقة مشي سريع كل يوم بتعمل فرق جذري في الطاقة والتركيز. والتالت واللي يمكن أهمهم هو النوم. ناس كتير بتفتخر إنها بتنام 4 أو 5 ساعات بس، وإن ده دليل على الجدية. المصادر بتقول إيه عن التكلفة الحقيقية للتضحية دي على المدى الطويل؟ المصادر بتعتبر ده أكبر عملية نصب بننصبها على نفسنا. قلة النوم مش شطارة، هي تدمير ممنهج لأهم أصل عندك. لما بتنامي أقل من 7 ساعات، قدرتك على اتخاذ القرارات بتقل، تركيزك بيضيع، ذاكرتك بتضعف، وحتى مناعتك بتتأثر. المصدر بيشبه النوم بعملية الصيانة الليلية للعقل والجسم. لو تجاهلتي الصيانة دي باستمرار، ما تستغربيش لما الماكينة كلها تقف منك فجأة في وقت حرج. الاستثمار في 7 ل 9 ساعات نوم كل ليلة ممكن يكون أعلى استثمار له عائد في حياتك كلها. رسالة واضحة جدا. طيب، نروح للوقود التاني: المال. في جملة عبقرية في مصدر الموظف الثري بتقول: المرتب مش مكافأة، ده بنزين مؤقت. خلينا نفصص الجملة دي. الجملة دي بتلخص فلسفة مالية كاملة. معناها إن المرتب مش هو الهدف النهائي اللي بنحتفل بيه آخر الشهر، هو مجرد أداء، وقود مؤقت، المفروض نستخدمه عشان نبني بيه أصول حقيقية دائمة. الأصل ده ممكن يكون مهارة جديدة بتتعلميها، مشروع جانبي بتبنيه، أو استثمار مالي بيكبر مع الوقت. الخطوة الأولى عشان نعمل كده هي اللي المصدر بيسميها العزل. العزل يعني إيه؟ يعني أول ما المرتب ينزل، قبل ما تدفعي فاتورة أو تشتري أي حاجة، بتعزلي جزء منه للاستثمار، 10%، 15%، حتى لو 5%، بتنقليه لحساب تاني. والأهم إنك بتعزليه جوه دماغك، بتعتبريه مبلغ مش بتاعك، ده بتاع مستقبلك. بتتعاملي معاه كأنه أهم فاتورة لازم تدفعيها كل شهر، فاتورة حريتك المستقبلية. بس ده صعب على ناس كتير مرتباتها يدوب مكفية. إيه الحيلة النفسية اللي ممكن تساعد على تطبيق المبدأ ده؟ الحيلة هي إنك تبدأي صغير جداً لدرجة إنك ما تحسيش بيه، وتعمليه بشكل تلقائي. ابدأي ب1% من مرتبك، واعملي تحويل تلقائي من حسابك يوم نزول المرتب. بعد شهرين خليهم 2%. الفكرة في بناء العادة نفسها. ومع الوقت لازم نحذر من أخطر فخ بيقع فيه الموظفين، وهو فخ الزيادة، اللايف ستايل انفليشن. تقصدي إن أول ما المرتب يزيد 1000 جنيه مصاريفنا بتزيد 1000 جنيه في نفس اللحظة؟ بالظبط. بنغير الموبايل، بنبدأ ناكل بره أكتر، بنجيب قسط عربية جديد، فبنلاقي نفسنا في آخر الشهر محبوسين في نفس الدايرة، بس على مستوى معيشة أعلى شوية. الذكاء الحقيقي هو إن أي زيادة في الدخل 50% منها على الأقل يروح مباشرة لزيادة نسبة العزل دي الطريقة الوحيدة لكسر الحلقة المفرغة. طيب، خلينا ناخد مثال عملي جدا على القرارات المالية دي. موضوع الذهب ده موضوع حساس في مصر، وكلنا نعرف حد اشترى ذهب عشان يحفظ قرشين، وفجأة لقى نفسه بيتابع السعر كل ساعة وممكن يبيع في لحظة خوف. إزاي المصادر بتحلل السلوك ده؟ دي نقطة ممتازة. ومصدر ليه عايز تشتري دهب بيحللها بعمق نفسي، مش مجرد تحليل مالي. المشكلة الأساسية مش في الدهب نفسه، المشكلة في إن ناس بتنسى السبب الأصلي اللي اشترت عشانه. يعني ممكن حد يكون اشترى سبايك عشان يحافظ على قيمة مدخراته على المدى الطويل لهدف معين بعد 10 سنين مثلا. ده قرار مدخر. يعني الهدف هو الحفاظ على القيمة، مش تحقيق مكسب سريع. تماماً. لكن اللي بيحصل إنه بعد ما بيشتري بيبدأ يتابع السعر كل يوم،
فيلاقي السعر طلع 5% في أسبوع. هنا عقله الباطن بيبدأ يلعب لعبته وبيتحول من مدخر هادئ إلى مضارب قلق. بيبدأ يفكر طب ما أنا ممكن أبيع وأكسب بسرعة وأرجع أشتري لما ينزل. وهنا بتبدأ الكارثة، لأنه دخل لعبة مش بتاعته بأدوات مش مناسبة. يعني الخطأ مش في شراء الذهب، الخطأ في الخلط بين نية الادخار وسلوك المضاربة. زي ما أكون اشتريت عربية عائلية عشان توصل ولادي المدرسة، وفجأة قررت أدخل بيها سباق فورمولا 1. أحسن تشبيه. المدخر بيفكر بالسنين، المضارب بيفكر بالساعات. المدخر بيبقى سعيد لما السعر ينزل عشان دي فرصة يشتري أكتر، المضارب بيجيله نوبة هلع. لما بتخلطي بين الشخصيتين دول بتضمني إنك هتاخدي قرارات عاطفية خاطئة. هتبيعي في قمة الخوف لما السعر ينزل، وهتشتري في قمة الطمع لما السعر يطلع. والمصدر هنا بيقول جملة قاطعة: لو انت شارية الذهب عشان تدخريه يحرم عليك اللعب فيه. القرار لازم يكون واضح من البداية، ولازم تلتزمي بيه مهما حصل. يعني الذكاء المالي مش بس في كسب الفلوس، لكن في فهم الليه ورا كل قرار مالي بناخده، والالتزام بالليه دي. طيب، لو جمعنا كل الخيوط دي: برمجة عقل، بناء مهارات، اهتمام بالصحة، إدارة مالية ذكية، إحنا بنينا ماكينة قوية جدا. لكن السؤال الأهم: ما هو الهدف النهائي من كل ده؟ رايحين فين بالماكينة دي؟ مصدر عقلية الموظف الثري بيجاوب على السؤال ده بوضوح شديد. الهدف هو الوصول للحظة الاختيار، اللحظة اللي ما نبقاش فيها خايفين نسيب الوظيفة. مش شرط نسيبها، لكن الخوف من فقدانها يختفي. اللحظة اللي يكون عندنا فيها بدائل حقيقية على الترابيزة. مهاراتنا مطلوبة جدا في السوق لدرجة إن الفرص بتجيلنا، شبكة علاقاتنا قوية وتقدر تساعدنا، ويمكن عندنا مصدر دخل تاني من مشروع جانبي بدأ يكبر. دي هي الحرية الحقيقية. وفي جملة في المصدر لخصت الفكرة دي بشكل أثر فيا جدا: أنا مش بكره الشغل، أنا بكره همشي منه إيدي فاضية. الجملة دي بتوضح إن الهدف مش كره العمل، لكن كره الاعتمادية الكاملة عليه، لدرجة إنها تتحول لخوف وشلل. الهدف هو بناء قيمة ذاتية تخليك تمشي من أي مكان وإنت مش خايف، لأن قيمتك جواك مش في المنصب اللي إنت فيه. بالظبط، قيمتك في مهاراتك وعلاقاتك وأصولك اللي بنيتيها. لكن هل الحرية الشخصية دي هي نهاية الطريق؟ هنا كتاب استثمر في نفسك بينقلنا للمستوى الأعلى، اللي هو هل في مرحلة بعد الحرية؟ في مرحلة المعنى. الكتاب بيختم بالفكرة الأسمى في رحلة الاستثمار في الذات، إن النجاح الحقيقي مش بيكتمل إلا بالعطاء والمساهمة. لما بنوصل لمرحلة القوة والحرية والاختيار، بيكون الاستثمار الأعظم والأكثر ربحية على المستوى النفسي هو إننا نستخدم القوة دي للتأثير في حياة الآخرين وترك أثر إيجابي. المصدر بيقول إن النجاح بدون مساهمة هو نجاح فارغ وطعمه ماسخ. الرحلة بتبدأ بالتركيز على الأنا عشان نبني نفسنا، لكن لازم تنتهي بالتركيز على النحن عشان نلاقي المعنى. رحلة مدهشة فعلا. في دقايق احنا انتقلنا من برمجة أعمق جزء في العقل الباطن لبناء المهارات العملية، ومن إدارة وقود الصحة والمال لحد ما وصلنا للهدف النهائي اللي هو تحقيق الحرية وإيجاد المعنى. وعايزين نختم بفكرة أخيرة للتفكير فيها. كل الأفكار اللي ناقشناها النهاردة بتدور حوالين بناء الذات، لكن ماذا لو كان أعظم عائد على الاستثمار في أنفسنا مش هو اللي بنحصل عليه، لكن اللي بنصبح قادرين على تقديمه؟ إيه هي المساهمة الصغيرة، سواء بالوقت أو بالمعرفة أو بالمال، اللي ممكن كل واحد فينا يقدمها الأسبوع ده، واللي ممكن تحسسنا إن كل التعب ده كان ليه معنى حقيقي؟ سؤال يستحق التفكير. وبكده نكون وصلنا لنهاية تحليلنا لمصادر اليوم. شكراً جزيلاً.